النهارده هتكلم عن اجمد لعبه عربيات في العالم، لعبه درايفر سان فرانسيسكو. هتقولي هي ليه اجمد لعبه عربيات في العالم؟ اول حاجه عشان الجرافيك بتاعها حلو قوي مع انها من 2011 تقريبا. تاني حاجه وهي فيزيائيه اللعبه، يعني زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو فيزيائيه جامده قوي. والصراحه شكل الدخان عجبني قوي. واجمد عربيه موجوده في اللعبه دي هي باجاني زوندا، انا اول ما بشوفها بطير من الفرح. والصراحة أنا لما بجيبها ببقى خايف عليها إن هي تتكسر أو يحصل لها أي حاجة، فببقى ماشي يعني ببقى واخد بالي، وفي نفس الوقت أنا عاوز أستمتع بيها. أنا حلمي إن أنا ألاقي عربية باجاني في مصر. المهم قصة اللعبة حلوة أوي، بس مشكلتها إن هي صغيرة، يعني أنا ختمتها في يومين بس. اللعبة دي ضافت كل العربيات الوحيدة اللي هي مضافتهاش اللي بعد ما اللعبة دي نزلت. في هنا بقى حاجة غريبة، أنا شفت عربية بورش شكلها من بره بورش لكن نوعها RUF. هي حاجة غريبة بس أنا تحليلي إن ممكن شركة بورش رفضت إنها تتعاون مع اللعبة دي. أكتر حاجة ضايقتني إن مفيش نار بتطلع من الإكزوست. أعلى حاجة موجودة هي الحركة دي، عجباني أوي الصراحة. وفي منظور الشخص الأول حلو أوي الصراحة، يعني الجرافيك كده والعدادات واقعيين. اللعبة دي تتفوق على نيد فور سبيد في الحتة دي. من مميزات اللعبة دي تقوية البصر، علشان تاخد بالك من أي عربية حلوة وتيجي تبدل عليها. You want to go faster? I need to... وهتعلمك إن الجري فن مش عن. وبس كده وصلت لاخر الفيديو. لو عاوزين نعمل بقى مقارنه بين نيد فور سبيد هيت واللعبه دي اكتبولي تحت في التعليقات. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اكتب لي رايك في التعليقات. وبس، سلام.